السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله وفي احسن حال. النهارده وصفتنا سلطه من سلطات المطاعم المشهوره، ناس كتير جدا بتحبها. بتتقدم في المطاعم زي مطاعم البيتزا المشهوره طبعا وكلنا عارفينها وبنحبها، هي السلطه الروسيه. السلطه الروسيه هي ايه؟ سلطه خضار بالمايونيز، سلطه خضار مشكل بالمايونيز. السلطه تعتبر جنب البيض اللي انتوا شايفينه المسلوق ده. هي السلطه وجبه متكامله، انا ممكن اكلها لوحدها كده واشبع وابقى ضامنه ان انا ادخل جسمي وجبه متكامله. هنبتدي في الوصفة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة الفاصوليا الخضراء، وأنا قلت أنتهز الفرصة إن أنا الفاصوليا الخضراء اليومين دول حلوة جدا، وده وقت تخزين الفاصوليا الخضراء، فقلت أستغل الفرصة وأوريكم إزاي نخزن الفاصوليا الخضراء بالمرة في الوصفة. هنا زي ما انتم شايفين الفاصوليا مغسولة كويس جدا ومتصفية كويس جدا ونظيفة ولونها تحفة. الفاصوليا طازة وبصراحة زي العسل. مسكتها نضفتها وغسلتها وصفتها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده. للسلطة للسلطة بنقطعها الحجم اللي انتوا شايفينه، اللي هي تبقى قطعة الفاصوليا قد عقلة الصباع الواحدة، عقلة الصباع الواحدة. ده للسلطة خلاص. طيب لو هنشيلها بتشيليها بقى بالمقاسات والاشكال اللي انت عايزاها. خلاص، بنقطع الفاصوليا بتاعتنا. انا كده التقطيع بتاعي علشان خاطر السلطة بتبقى عايزة حجم الفاصوليا بالطريقة دي، اللي هي حجم الصباع، حجم عقلة الصباع قصدي. هنا انا مجهزة مية بتغلي على النار، وخلصت كل بقى ايه الكمية بتاعتي. بنقطع الكمية، انت بقى عايزة تشيلي كيلو اتنين براحتك. دي مية بتغلي على النار، هنزل في المية دي بمعلقة سكر صغيرة وذرة بيكنج صودا بس اللي هي كربوناتو. هنزل بمعلقة سكر وكربوناتو او البيكنج صودا اللي بنحطها للملوخية. لازم تكون غليت المية كويس جدا. هنزل بالفاصوليا بتاعتي، هي دقيقة واحدة بس واطلع الفاصوليا بتاعتي على على ايه يا ربي، عايزة اقول لكم على مية متلجة زي ما انتم شايفين كده. نطلعها من المية اللي بتغلي بعد حوالي دقيقة على المية المتلجة. مية متلجة ليه؟ علشان خاطر المية المتلجة دي هتوقف لي عملية التسوية. مش عايزة لون الفاصوليا يتغير ولا عايزة الفاصوليا تتهري مني. وفي السلطة برضو الفاصوليا ما بتبقاش مستوية بدرجة 100%، الفاصوليا بتبقى بتقطم شوية، بتقرقش شوية مننا. ادي كده اهو. لو هشيلها بقى هصفيها خلاص في مصفى، وهحطها في اكياس في الفريزر. كده دي حفظ الملوخية. للسلطة هصفيها واستخدمها زي ما هي. تمام كده، زي ما انتوا شايفين اللون تحفة، التلج وقف لي عملية التسوية. هنا بقى بنحضر الصوص بتاعنا للسلطة، اللي هي بصلاية مقطعة مكعبات صغيرة، بصلاية مش كبيرة، بصلاية صغيرة مقطعة مكعبات صغيرة خالص. طيب البصلة هنا مش أساسية في الوصفة، أنا اللي بحب أضيفها، جربوها هتعجبكم جدا. مع معلقة ملح صغيرة بس مش أكتر من كده، لسبب لأن فيه ملح في المايونيز، من مكونات السلطة المايونيز. طيب، ذرة فلفل اسود خفيفة وشوية خل صغيرين قوي. وليه برضو شوية خل صغيرين قوي؟ علشان المايونيز فيه خل. وهقلب البصلة دي وهسيبها تندمج كده مع الخل والايه والملح والفلفل. هنزل بقى بكوب كبير معياري مايونيز. زي ما قلت لكم البصلة مش اساسي في الوصفة، ولكن انا بحب احط بصلة صغيرة مقطعة مكعبات صغيرة. جربوها وهتعجبكم، دي مش اساسي في الوصفة. هنا هنزل بكوباية زبادي، علبة زبادي، كوباية كبيرة اللي هي المعيارية مايونيز وعلبة زبادي. طب الزبادي مش أساسي في الوصفة، بس بيخلي الصوص طعمه أحلى. هنا دي كان آخر البرطمان. هقول لكم تعملوا إيه. هتحطوا شوية لبن، حرام كل المايونيز ده والمايونيز غالي. هتحطوا بقى شوية لبن، ما تحطوش مية، شوية لبن كده في البرطمان، وهترجرجوه جامد وتفضوه. خلاص، لبن، شوية لبن صغيرين. ادي كده الصوص بتاعي بقى جاهز. السلطة دي مفيش اسهل ولا اسرع منها، بس يفضل ان السلطة دي تقعد في التلاجة. يعني انت لو هتعمليها مثلا وهتتاكل على الغدا، تتعمل من الصبح بدري اول حاجة. تمام، زي ما قلت لكم يفضل السلطة دي تكون بايتة من قبليها بيوم، او قعدت في الصوص ده حوالي 5 ساعات 6 ساعات، بيبقى احلى اكتر وزيادة كمان في التلاجة. هنا نزلت بقى بسلة بالجزر، انا كنت مخزناها معاكم، طلعتها من الفريزر، حطيتها على مية مغلية دقيقتين وقفلت عليها.
وصفيتها وحطيتها. البسله بالجزر كنا شايلينها مع بعض في فيديو موجود. يا دوب طلعتها من الكيس، فضيتها على ميه مغليه دقيقتين، وقفلت عليها وصفيتها وحطيتها. وحطيت الفاصوليا الخضراء بتاعتنا، ونزلت ببطاطس مقطعه مكعبات صغيره مسلوقه في ميه بملح بس، ونقلب. هنا هنقلب وهندخلها التلاجة. تمام كده. طيب البيض والزيتون اللي انت حطاه ده، البيض والزيتون اختياري، ولكن بيديها طعم احلى كتير وبتخليها وجبة متكاملة اكتر. جربوا البيض المسلوق، والزيتون اختياري. الزيتون ممكن تدخلوه جوه السلطة، او تكتفوا ان انتوا تزينوا بيه وش السلطة زي ما هتشوفوا. طيب نصيحتي برضو ليكوا، السلطة دي يفضل تكون معمولة من قبلها بيوم، أو تكون معمولة قبل ما تاكلوا بحوالي من 5 ل6 ساعات. ليه؟ كل السلطة دي ما تقعد في التلاجة بتبقى أحلى كتير. كل السلطة دي ما تقعد في التلاجة بتبقى أحلى كتير. ألف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.